السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أساوي أكلة كتير من الناس بحبوها وبدي هيك أدللها حتى تطلع هيك شغل عزايم ومناسبات. هلأ هون أول شي عندي بدي أسلق الفروج، فخاد فروجة كاملة مثل ما بدكم. بسم الله. أنا هون عندي فخاد فروج. طريقة تنظيف الفروج بسيطة. أنا بجيب الفروج إذا إله وبر بحرقن هيك بالحراقة أو بشلطن بالحراقة، وإذا ما عندكن حراقة على الغاز بيصير. بعدين بجيبهم بغسلهم غسلة تحت الحنفية، وبجيب محلول ملح، يعني بكتر ملح بالمي، تقريبا بحط معلقتين وثلاثة ملح، وبنقعهم بتركهم نص ساعة منقوعين. بعد نص ساعة بغسلهم غسلة وخلص بحطهم بالمصفية، بصفيهم بشيلهم ببيت البوز أو بستعملهم رأسا. أكتر من هيك ما بدهم. هلا أنا حطيتهم على السلق، 4 فخاد هون عندي حطيتهم على السلق. مي سخنة باردة ما في مشكلة، خلينا نحطهم ينسلقوا ونقش الزفرة ونشوف ايش نساوي. بعد ما حطينا الفروج على السلق نشوف ايش هي الأكلة هي رز بفول. هذا هو الفول. أنا بجيبه بقشره، هون بتكون في قشرة سميكة أنا بقشرها بيبقى هيك، وأنتم مثل ما بتحبوا بتقشروه بتخلوه ما في مشكلة. هذا كيلو فول مقشر خالص كيلو. وهي هون عندي 4 كاسات رز بسمتي، أي نوع رز أنتم بتحبوا تستعملوه ما في مشكلة. هلا المكونات كلها بنشوفها وأنا عم بجهز الطبخة، وكلها بتلاقوها إن شاء الله بصندوق الوصف كمان. هلا هون انا عندي معلقتين سمنه، بسم الله. هدول معلقتين طعام، وبدي احط كمان تقريبا نص فنجان قهوه صغير زيت نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبهوا دايما وقت نسلق للفروج بنخلي هيك الطنجره مكشفه شوي، يعني ما بنغطيها الغطا الكامل مشان ما يفور. انا بالبدايه بعلي النار لسلق الفروج، بعدين بتركه على نار وسط. هلا هون انا عندي لوز مقشر بدي احمصه لزين فيه. اذا موجود حطوا اي نوع مكسرات بتحبوه، ما في كمان بيصير بلا، يعني ما هو من الضروره، هذا حسب الرغبه ومثل ما الواحد بده. بسم الله. هلا بقى بدي اقش الزفره. بسم الله الرحمن الرحيم مشان احط المنكهات. هلا بعد ما قشينا الزفره بنحط المطيبات: ورق غار، قطعه ليمون، عود قرفه، شقفه بصله، وحب هيل، وكبش قرنفل. هلا بقى على نار وسط نتركهم لحتى يستووا وبنرجع. وعفوا لا تعملوا مثلي وتنسوا الملح، انا حطيت تقريبا معلقه والملح حسب الرغبه. هلا هون هيك اللوز صار جاهز، انا ما بحب يكون لونه غامق كتير، هيك بكفي. بسم الله. خلينا نشيله. هلا هون عندي تقريبا نص كيلو لحمه بدي احطها كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اللحمه اللي انتم بدكم اياها حطوها، لحمه فروج، عجل، غنم، ما بتفرق. انا حطيت غنم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي احط كمان نص معلقه صغيره بهار، 7 بهارات او البهار الاسود، ما بتفرق مثل ما الموجود عندكم. واللي ما بحط بصل مع الرز الفول يجرب يحط ويشوف شلون بتفرق الطعم كتير، بتعطي طعم كتير طيبه. هون انا حطيت بصل كبيره مفرومه ناعم. هلا انا بشتغل على نار وسط، بدي اتركها 5 دقائق تقريبا 6 دقائق لحتى تستوي اللحمه والبصله ونرجع. هلا بعد ما استوت اللحمه مع البصله بدي احط ملح بحطه لكل الطبخه يعني مع الرز. بسم الله. بس بقى لا تكتروا ملح، لا تنسوا انه نحن حطينا مع سلق الفروج كمان ملح، اللي هو نستعمل هلا مرقه الفروج. هلا هاي الفول ننطبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك يا دوب الفول مع اللحمه هيك قلبته هيك تقليبتين بس، ما خليته يستوي. هلا بقى بدي اطفي عليه واتركه لحتى الفروج ينسلق واخذ مرقته عشان استعمله للرز. هون الفروج استوى وانا شلته هيك على الصينيه، حطيت تحته ورق زبده. هون عندي معلقتين لبن زبادي، يعني لبن زبادي، ونص ومعلقه صغيره معجون فليفله، بدي احركهم مع بعضهم مشان ادهن فيهم الفروج. حطيت كمان معلقتين كبار زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدي احط الفروج هلا اشعل من فوق ومن تحت على درجه حراره 180 بس لحتى هيك ياخذ اللون اللي انتم بتحبوه، يكون صار الفروج جاهز. هلا هيك عندي صار كل شيء جاهز، سلقت الفروج حطيته بالفرن، وهلا كل شيء جاهز لنطب الرز. هون انا استعملت الفول الاخضر، نسيت اقول لكم بالبدايه. المرقه هي صفيتها، شايفين؟ هلا بالنسبه للرز انا ما راح انقعه هيك، هلا بدي اخده اغسله غسله كويسه بمي عاديه من الحنفيه، مي بارده، واطبخه مباشره. منشان هيك هذا الرز هلا بياخد كل كاسه رز بتاخد كاستين مي، مرقه يعني كاستين، لانه ما هو منقوع، لاني بس بدي اغسله، مشان هيك بياخد كاستين. طبعا ننتبه العيار بنفس الكاسه.
هلا هيك بعد ما غسلت الرز، غسلته غسله كتير كويسه، ميته بدها تصير صافيه. بنطبه بعد ما غليت المي، نخليها تطلع بالغلوه، بعدين بنطب الرز. بسم الله. هيك بنحركهم مع بعضهم ونتركهم لترجع تطلع بالغلوه وتنشف هيك المي. الرز شوي ينشف من المي وبنرجع على نار عاليه. طبعا انا تركته شو على الفروج كمان. شايفين على المنظر ريحه بتغرف القلب. هلا هيك بعد ما شرب المي شوي، شايفين شلون؟ طبعا على نار عاليه مثل ما قلت لكم. بنحركه هيك تحريكه مع بعضه مشان يتخلط الفول مع الرز مع اللحمه هيك. هلا بنوطي النار مثل الشمعه وبنغطي الطنجره غطا كامل هيك. بعد ما وطينا النار بنتركه 13 دقيقه. بعد 13 دقيقه بكون صار جاهز وبنرجع. هلا 13 دقيقه بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين على هالمنظر. هلا انا بدي احط مناديل مطبخ هيك وارجع اغطيه واتركه تقريبا نص ساعة 3 يتهدى الرز ويرتاح وتطلع كل رزة واختها. وهي هيك صار كل شي جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الرز. خلينا نشوف شلون صار. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كل رزة واختها. هذا الرز البسمتي طريقته بدون نقع، وانا عامله قبل هالمرة طريقته بنقع كمان يعني منقوع. نحسن نعمله مثل ما بدنا. بسم الله. خلينا بقى نروح على التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي على هالرز شلون طلع. ريحة الأكل بتغرف القلب. جربوا طريقتي هاي إن شاء الله رح تدعوا لي. شوفوا لي بقى على هالمنظر ونزينه هيك بشوية لوز. بسم الله. وهيك أكلتي صارت جاهزة. رز فول أكلة كتير طيبة. جربوها صدقوني رح تعجبكم وإن شاء الله رح تدعوا لي. وطريقة الفروج كمان رح تطلع كتير طيبة. وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك واللايك والتعليق هيك حلو مثلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.